الكرة الذهبية مش جايزة عادية، دي تاج المجد اللي كل لاعب في العالم بيحلم بيه. سنة 2025 مليانة نجوم عملوا إنجازات خرافية، بطولات، أرقام قياسية، وأداء رج العالم كله. النهاردة هنكشف لكم عن أهم 10 لعيبة مرشحين للجايزة، واللي كل واحد فيهم عنده قصة وسبب يخليه يستحق يقف على مسرح البالون دور. جاهزين؟ يلا بينا. رقم 10 معانا هو بدري، لاعب خط وسط برشلونة الأسباني. لعب دور أساسي في تتويج برشلونة بالدوري الأسباني وكأس الملك والسوبر الأسباني. مع منتخب أسبانيا فاز بيورو 2024 وكانت له مساهمات مع المنتخب. رقم 9 معانا هو كيليان امبابي، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا. ما خدش ولا بطولة السنة دي، ولكن كان هداف الدوري الأسباني وكان هو النجم الأبرز للريال. ويجي معانا في المركز الثامن وهو كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا، ضمن قائمة المرشحين بعد موسم مبهر مع باريس سان جيرمان في ظل تتويجهم بألقاب مهمة مثل دوري الأبطال. وفي المركز السابع معانا هو رافينيا، لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل، عنصر فعال في هيمنة برشلونة المحلية وكان ليه دور في الألقاب الدوري والكاس والسوبر. وفي المركز السادس معانا هو ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا، ورغم صغر سنه كان مؤثر جدا مع باريس سان جيرمان. وفي المركز الخامس معانا هو كول بالمر، لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا، من أبرز المرشحين بعد موسم قوي مع تشيلسي، وأثبت نفسه في تشكيلة المرشحين للبالون دور السنة دي. ويجي في المركز الرابع معانا وهو فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان أيضا ومنتخب البرتغال، ترشح لأنه من نجوم باريس سان جيرمان اللي قادوا فريقهم لأول دوري أبطال أوروبا في تاريخهم، وكان له تأثير كبير في مشهدهم المحلي والدولي. ومع منتخب البرتغال فاز بدوري الأمم الأوروبية. وندخل بقى على التوب 3، ومعانا في المركز الثالث وهو اللاعب النجم لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا، ساهم في الفوز بالدوري الاسباني وكاس الملك والسوبر الاسباني. ومع منتخب اسبانيا توج بيورو 2024 وكان افضل لاعب شاب في البطولة بالاضافة لارقامه الفردية. ويجي معانا في المركز الثاني وهو محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر. في عام 2025 حقق محمد صلاح انجازات بارزة تشمل فوزه بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، وحصوله على الحذاء الذهبي كهداف للدوري للمرة الرابعة في تاريخه، وفاز مع فريقه بالدوري الانجليزي هذا الموسم. ويجي معانا في المركز الاول وهو عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، هو النجم الابرز هذا الموسم، قدم موسم اسطوري، حقق الثلاثيه التاريخيه، الدوري الفرنسي، كاس فرنسا، دوري الابطال، توج بلقب افضل لاعب في دوري ابطال اوروبا 2024 2025، وله ارقام مجنونه، هداف الفريق في الليجا ب 21 هدف بالاضافه لتالقه في نهائي الابطال. وطبعا كل ده خلاه هو المرشح الاول للبالون دور. وبكده نكون استعرضنا ابرز 10 مرشحين للبالون دور السنه دي. المنافسه مش سهله والكره الذهبيه هتروح للي فعلا يستاهل. قولوا لنا في الكومنتات مين شايفينه الاحق يرفع البالون دور عام 2025، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد عن عالم كره القدم.